اتفقنا؟ طيب. مرحبا، نورهان إكرام نوار، 17 سنة، طالبة في الثانوية. لو تسمحوا لي أنا هبدأ من الأول. نورهان، قولي لنا باختصار وجهة نظرك في مشكلة العنف ضد المرأة، وهل هناك حلول؟ نعم، هناك حلول، وهي بمحاربة العنف عبر التوعية. بالتوعية؟ نعم. وإيه كمان يعني والتربية من الصغر. التربية من الصغر، برافو عليكي، شكرا ليكي، شكرا. Merci Nurhan. Donc, une question pour la deuxième, pour la candidate numéro 2. مرحبا. قدمي نفسك. ياسمين عماري، 25 سنة، متحصلة على ماستر 2 في إدارات المؤسسات وأنظمة الإعلام. ياسمين، مساء الخير بنتي، أهلا وسهلا. قولي لي، وش رأيك في التوعية الدينية في المدارس عنا، وهل هذا شيء حافز إنه ينمي المجتمع الجزائري؟ أي شيء حافز، بس أنا ما عندي علاقة يعني في هذه المسابقة لازم ما نحكي على الدين ولا على لا 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 لا، أنا ما بتكلمش عن الدين، لا أنا ما بتكلمش، ما فهمتيش سؤالي. Vous n'avez pas compris ma question. Oui. Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'il y ait une éducation religieuse dans les écoles de primaire? Bien sûr، نحن عرب لازم تكون تربية إسلامية في المؤسسات. Je pense que la candidate veut dire que nous sommes des Arabes et des musulmans. Bien sûr، نحن مسلمين طبعا. Merci Yasmine. شكرا. نمر إلى ثالث متسابقات تنضم لنا، واللي راح يطرح لها السؤال. مرحبا. دكتور تيتري. إيمان العفيفي، 25 سنة، طالبة في كلية العلوم والتكنولوجيا بتخصص آلية. ما هو دور المرأة الجزائرية في المجتمع، يعني الصلاحيات تاعها؟ المرأة الجزائرية يجب أن تكون قوية وأصيلة وتتبع التقاليد وفقط. نزيد شوية، ما يكفيش هذا الجواب. ما يكفيش، لازم تكون شجاعة. شجاعة ضد واش؟ ومثقفة، مثقفة وصبورة. مدام. Très bien, très bien, merci. Merci. On demande à la candidate numéro 4 de bien vouloir avancer. نجم الأغنية العربية من عطاء يتوجه بسؤاله. عرفي نفسك. فتيحة أبو العرس، 25 سنة، متحصلة على شهادة الماستر تخصص تاريخ. تمام. فتيحة، لو أصبحتي ملك الجمال العرب هتقدمي إيه للجزائر؟ إيه اللي هتعمليه للجزائر، لبلدك؟ لو أصبحت ملكة جمال العرب الجزائر راح نعرف بتقاليد المرأة الجزائرية في جميع ربوع الوطن العربي. تفضل المتسابقة الأخرى. مساء الخير. مساء النور. نهاد بنيامينة، عمري 21 سنة، طالبة بجامعة الجزائر 3، علوم سياسية. نهاد، كلمينا عن مثالين من الشخصيات النسائية بالعالم العربي اللي أثرت فيكي. أولا شخصية جزائرية، لالا فاطمة نسومر، وهي من وهي من المناضلات الجزائريات.
التي ناضلت في الحرب وساعدت في الاستقلال. والشخصية الثانية هي خلاص شوية خلاص. هذه رهبة المسرح. نروحوا لمتسابقة أخرى. نادية طالبي 20 سنة مقبلة لشهادة البكالوريا وأدرس في نفس الوقت تقني سامي في السياحة. في السياحة. قد يعطي لي تعرفي باللي الطبخ الجزائري معروف بالعجين وبالزبدة والزيوت إلى آخره. عطي لي كاش ما عندك سر باش تحافظي على هذا الكور، هذا الأناقة والرشاقة، ولا تمارسي رياضة ولا تعسي الحمية تاعك؟ نمارس رياضة. داكور. واش من رياضة؟ فيتنس. تخي بيان. وتاكلي واش تحبي يعني؟ ريجيم. واش من ريجيم؟ تعسي روحك شوية ولا؟ وي. سي تخي بيان. برافو. كونتينيوي كوم سا. Merci. Apparemment, c'était la question, la seule question. نروحوا لمتسابقة أخرى. La numéro 7. مساء الخير. تفضلي. ايوه. وحيدة قروج 24 سنة، عارضة أزياء وخبيرة في التجميل. وش رأيك؟ على فكرة أنا شايفة أنه شكلك جميل جدا، ولكن وش هو رأيك في الزواج المبكر وما هو تأثيراته على المجتمع العربي؟ Je répète la question. Qu'est-ce que vous pensez du mariage prématuré, que les filles qu'on marie très jeunes, et quels sont les inconvénients ou les circonstances atténuantes envers le مجتمع الجزائري؟ شكرا على السؤال. مجتمعنا في الجزائر هو مكتر مليح، وفضل الزواج المبكر أحسن. تحبي الزواج المبكر؟ نعم. بكل طيب أنا أكمل صراحة. معليش بعد إذنك يا مدام حنان أكمل السؤال. حاليا أنت راكي تقدمي مسابقة مهمة جدا، تمثلي بلدك في بلدان عربية كثيرة جدا. لو كان يتقدم لك شخص في سنك هذا ويطلب منك الزواج بشرط انك تحبسي المسابقة، تعمليها؟ نعم. très bien. سيدة بيت بامتياز. برافو عليك. ونواصلوا في أجواء المنافسة والمسابقة، وتنضم إلينا جميلة أخرى. مرحبا. سارة زفان 22 سنة، طالبة جامعية. سارة، عايزك تكلمينا كده عن دور الفن كرسالة للوطن العربي. ازاي عن طريق الفن اقدر اوصل رسائل للوطن العربي كله؟ عفوا ممكن تعيد السؤال؟ ممكن تاني. ازاي النهارده عن طريق الفن انت النهارده خدتي ملكة الجمال، ازاي عن طريق الفن ده اقدر اوصل رسالة لكل الوطن العربي؟ عن طريق التقاليد والثقافة. بمعنى؟ والسلام طبعا. ماشي، ميرسي. نواصل في الأجواء التنافس، تنضم إلينا متسابقة أخرى. مرحبا. بشرى بن عياش 22 سنة، متحصلة على شهادة البكالوريا، التخصص هو اللغة الألمانية. Présenter en allemand, si tu veux. Ich heiße Bushra. Ich bin 22 Jahre alt. Ich wohne in Algier. Ich komme aus Bab Zouar. على السريع نحتاج إلى مترجم باش نفهموا واش قالت. صح؟ عاودي لنا واش قلتي باللغة العربية. Elle a dit juste avant en arabe, donc. أنا اسمي بشرى بن عياش، عمري 22 سنة، أسكن بباب الزوار. إيش بين شلورين، طالبة جامعية. بشرى، بسألك عن
دور التعليم في بناء الشعوب؟ وهل ليكي فكر معين يمكن أن نضيفه لتعليم الأطفال في الجزائر في الفترة المقبلة؟ تأثير التعليم على الشعوب وخاصة الأطفال، وهل عندك فكر في تطوير معين للتعليم للأطفال؟ أولا الأطفال يذهبون إلى المدرسة كي يتعلموا كي يتعلموا ويطوروا أنفسهم كثير. كيف يساعد هذا لبناء المجتمع؟ كيف يساعد لبناء المجتمع؟ نحن نساعدهم لبناء المجتمع طبعا أساتذتهم اللي بيعلموهم هم اللي يطوروهم كثير. ميرسي بوكو. شكرا لك، تحية لها. مساء الخير. مرحبا. اسمك بنتي؟ ناصر ملك، 18 سنة، أدرس مدرسة عليا للرياضة البدنية. داكور. على بها عندك هذا الكور هذا. واش من سنة تدرسي؟ كل اني؟ واش من سنة؟ كل اني اتفو راكي تدرسي في قلتي التربية البدنية؟ نعم. واش من سنة؟ كم سنة كي تقراي؟ سنة أولى. داكور. تمارسي الرياضة؟ نعم، كوني لاعبة ضمن الفريق الوطني الجزائري لرياضة التجديف كانوي كاياك. الله يبارك، برافو. نعم. قولي لي مالك. نعم. تكلمي لي شوية باختصار بسيط يعني على اليتامى في الجزائر. يتامى؟ كاين ديزاسوسياسيون ولا كشي حاجة اللي تهتم بهذا الشيء، اسكو عندك علم بهم؟ طبعا هنالك جمعيات مختصة لرعاية اليتامى، بس هنالك نقص. أنا ألاحظ حسب نظرتي أن هنالك نقص بالجزائر، ما عم يهتموا كثير الاهتمام لرعاية الطفل. ميرسي. نكتفي بهذه الإجابة ونمر أيضا إلى جميلة أخرى تنضم إلينا. هذه جميلة الجميلات. عرفي نفسك بنتي. أهلا وسهلا. مرحبا. ربنا يشوش رانيا. شكرا. بنعيشوش رانيا 18 سنة، طالبة بكلية الحقوق بالسنة الأولى. ما شاء الله، الله أكبر. حبيبتي قولي لي، وش رأيك في تعدد الزوجات؟ هو في الدين الله شرع 4 زوجات. ما شاء الله عليك. يعني في الدين الإسلام يعني. ايه حبيبتي، يعني انت ولا ما اتمنى لكش طبعا، بس وش رايك في المجتمع اللي فيه تعدد زوجات؟ انت معاه ولا غير؟ انا ما ممكن ما بستطيع اني اعارض الدين. بارك الله فيك بنتي، يعطيك الصحه. سيدة عايدة، شكون اللي يتجرأ ويزيد زوجة ثانية عليها؟ انا معاك، ولكن لا، عندنا بعض المجتمعات العربية اللي مجبورة انها تقبل هذا الوضع نظرا للعدد الكبير تاع السيدات، فكاين كثير بلدان مسلمة تقبل هذا الوضع. شكرا بنتي، شكرا. صح. إذا يجب على كل الفتيات أنهم يتقبلوا كل الأسئلة التي تقدم من قبل لجنة التحكيم، وتنضم إلينا متسابقة أخرى. مرحبا. فلا قاسمي، 22 سنة. فلا، أهمية السياحة بالجزائر وإيه اقتراحاتك إزاي ننشط السياحة في الجزائر؟ تعملي إيه؟ الجزائر بلد سياحي. نتمنى من كاع البلدان العربية يجوا يزوروا الجزائر، عندنا بلد جميل. شكرا يا فلا. Merci. La candidate numéro 13.
قدمي نفسك. مرحبا، راشا أبو قادوم، 21 سنة، كلية الطب، قسم صيدلة، عضو في جمعية خيرية وعلمية. رشا، بما انك طبيبة، هل صيدلية. هل انت شايفة ان احنا ممكن نستغنى عن الأدوية اللي هي الكيميائية، بان احنا ندخل على يعني الطب النباتات والأعشاب والطب البديل؟ فايه رأيك؟ كل الأدوية هي أساسا أدوية على أساس أنها مستخدمة من النباتات. معظم الأدوية مستخرجة من النباتات. يعني مش معظم الأدوية، يعني في بعض الأدوية كيميائية وفيها يعني سايد افكت صعب أو ليها تأثيرات صعبة. أنا سوف أقوم بأبحاث وأعمل مستحيل لتطوير في هذا المجال إن شاء الله. شكرا. برافو عليك. تنضم إلينا جميلة أخرى. C'est la dernière candidate. يلا. بالنور ميلينا ياسمين، 17 سنة، طالبة جامعية متخصصة في اللغات الأجنبية. الله يبارك. يبارك فيك. أنا أسألك تأثير تاع الأسرة على السلوك المواطن، يعني الطفل الصغير، السلوك تاعو هل فيه تأثير وكيف نقدروا نأثروا على الأولاد تاعنا؟ طيب، الأسرة أولا تعتبر عضو مهم في هذه الحياة، وتربية أطفال يعني مهمة كتير، ولازم تكون تربية صالحة كي يكون عضو صالح في المجتمع. شكرا كثير. برافو عليك. إذا كانت هذه الإجابة من عند جميلة من جميلات المشاركات في هذه المسابقة. نصل الآن. Comme vous l'avez vu, elles sont âgées de 17 à 25 ans. Tout à fait. Chacune, elle est dans un domaine bien particulier, mais un seul point commun les rassemble, c'est le rêve de devenir Miss Arab World Algeria. Et il n'y aura qu'une seule gagnante. On demande au jury de choisir les 10 finalistes qui vont poursuivre la cérémonie. واحنا مشاهدينا رايحين على فاصل وراجعين. بقوا معنا.